من غير اي مقدمات كتير، بس انا والله العظيم مستحي اقول لكم تعالوا مع بعض نشوف توقعات عرض باشن برلين 24. مستحي والله مستحي. Give me a hell yeah! Acknowledge me. المفروض ان احنا في الفيديو ده هنتوقع مباريات باشن برلين، بس انا والله العظيم مستحي ان انا اقول عليها توقعات بجد والله، عشان دي مش توقعات، لا احنا طالعين نحرق في المحروق اصلا يعني بجد. بس فعلا قبل اي حاجه عاوز اقول ان بناء العرض ده كان جامد جدا جدا. كل الماتشات اللي فيه بنائها في العروض كان واخد حقه وزياده، وكان على وضعه قوي. العرض ده كان ناقصه بس ان النتيجه ما تبقاش محروقه بالشكل ده، ساعتها قسما بالله انت كنت هتلاقي عرض باشن برلين في حته تانية خالص. لكن للاسف الحلو ما بيكملش. البناء جامد وانا استمتعت بيه جدا، لكن النتيجه على الله حكايتها تماما خالص في ذمه الله. المهم تعالوا كده نبدا باول مباراه معانا، مباراه الضحك والفرفشه، الماتش اللي هيطري علينا القعده في العرض بجد، هيخلي الليله تبقى طريه كده شويه. ديميان بريست وريا ريبلي ضد دمدم والفنانه القديره اللي ما بتعملش اي حاجه في حياتها غير ان هي بتبوس وبس، ليف مورجان. الماتش ده يا رجاله بناء العداوه فيه بصراحه كان جامد جدا جدا وعلى وضعه بجد يعني. وطول الوقت كانوا بيقولوا لنا في البناء ده ان ريا ريبلي وديميان بريست يقدروا يجروا الجادجمنت دي قدامهم عادي جدا، وشفناها في كذا مره، ما عدا مره واحده بس. لكن كل اسبوع حرفيا كانت ريا ريبلي وديميان بريست بيحطوا عليهم دايما، وده اللي غالبا هيحصل فعلا في الماتش ده. احنا الماتش ده هنشوف فيه كميه جري للصبح. طبعا الفنانه هنلاقيها بتجري من ريا ريبلي، والعاق ابن العاق ده هتلاقيه مقضيها جري من قدام ديميان بريست. المهم ان كان طول الوقت ديميان بريست بيحاول يوصل لفين بالور بالذات، لكن مش عارف يوصل له من ساعه ما فين بالور غدر بيه، وديميان بريست بيحاول ان هو يوصل له كل مره، يحاول يقفشه كده كل مره لكن ما بيعرفش، وجيدي ماكدونا بيدخل يلحقه ودايما بياخد الضربه مكانه. فالمفروض ان كده العداوه لسه هتكمل بينهم عشان ديميان بريست يعرف يوصل في الاخر لفين بالور اللي هو اصلا هدفه من البدايه. فعشان يوصل له يبقى لازم الاول يفوز على ابو شنب المعفن ده، اللي بالمناسبه في عرض الرول اللي فات نسيت اقول لكم على الحته دي، الجماهير كانت عماله تهتف له بان هو يحلق شنبه، لكن هو كان عمال يستفزهم ويلعب فيه. انا اصلا بالنسبه لي مش مقتنع ان ده شنب اساسا يعني، لا انا بصراحه مقتنع ان دول شويه وساخه كده فوق شفته، ومنديل واحد هيخلص الموضوع ده كله يعني. المهم ان ديميان بريست لازم يخلص عليه عشان يعرف يوصل لفين بالور. فعشان كده توقعي للمباراه دي هو فوز ريا ريبلي وديميان بريست، عشان في باد بلاد احتمال نشوف ديميان بريست فيرسس فين بالور. نيجي بقى بعد كده على ماتش جونتر وراندي اورتن على الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. برضه بناء الماتش ده في العروض ما كانش اللي هو اقوى حاجه، بس برضه ما كانش وحش، والمفروض ان العداوه اتحولت شويه لعداوه شخصيه. فالحوار ده يعني ممكن يكون ليه سببين، يا اما عشان الماتش يبقى ماتش عنيف شويه عشان راندي اورتن يبقى عاوز يعلم جونتر الادب عشان غلط في عيلته وكده، مش بس لمجرد ان هو عاوز اللقب منه وخلاص، لا اللي هو يبقى عنده دافع اقوى عشان الماتش يبقى عنيف جدا وكده. فيا اما كده يا اما عشان يلعبوا تاني ضد بعض في باد بلاد، ودي حاجه بصراحه يعني ما اعتقدهاش قوي، لان صعب جدا ان راندي اورتن يخسر مرتين من جونتر ورا بعض. فاللي هو ليه يعني، ده برضه راندي اورتن، فصباح الفل. وللاسف يعني كلنا عاوزين راندي اورتن هو اللي يفوز، بس في اسباب كتير جدا تخلي جونتر هو اللي يفوز. اول حاجه الماتش في بلده وقدام جماهيره، تاني حاجه ان ده اول دفاع ليه عن اللقب، يعني صعب جدا بعد كل البناء ده ويخسر في اول ماتش ليه. تالت حاجه ان انت عندك كايزر ممكن يساعد جونتر على الفوز. فالاسباب دي كلها بصراحه بتقول ان جونتر يعني بنسبه كبيره جدا هو اللي هيفوز. حتى الماتش ده ما تحسش ان هو يعني هيبقى فيه سيناريو اساسا، لا هو جونتر وراندي اورتن هيخشوا يدبوا في بعض، وفي الاخر يا اما جونتر هيفوز بشكل نظيف يا اما كايزر هيساعده، بس كده. فبناء بقى على كل الكلام ده بتوقع فوز جونتر واحتفاظه باللقب، لان من الواضح كده ان راندي اورتن مش هيعمل ولا هياخد اي حاجه طول ما هو بالشخصيه الفيس، بس كده. نيجي بقى بعد كده على اجمد عداوه في 2024 بعد ريسلمانيا، المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير والبيست ان ذا وورلد سي ام بانك. دي بقى عداوه الروقان بجد، عداوه الروقان والجمدان. العداوه دي رايقه جدا بالنسبه لي. عارف انت حته الكريزه اللي بتبقى فوق التورته دي اللي هي بيبقى طعمها جامد جدا، دي اهي العداوه دي بالنسبه لي كده. الاتنين مفيش اجمد ولا احلى من كده بجد. فالبناء برضو بتاع العداوه دي خلال الشهر اللي فات ده برضو كان جامد جدا وانا استمتعت بيه. ولكن العداوه دي بقى دلوقتي بقت بتدور حوالين
الاسوره اللي درو ماكنتاير خدها من سي ام بانك. فالموضوع ده ليه توقعين او سيناريوهين يعني. التوقع الاول ان درو ماكنتاير هو اللي يفوز على سي ام بانك تاني عشان يفضل معاه الاسوره، عشان يفضل سي ام بانك يجري وراه تاني ويطارده عشان تتحدد بينهم مباراه ثالثه في باد بلاد، وساعتها بقى سي ام بانك هو اللي يفوز في الماتش الثالث ده ويرجع الاسوره بتاعته، ويبقى بكده خلاص الموضوع خلص والخير انتصر على الشر في الاخر وكل الكلام ده. فده كده توقع. التوقع الثاني بقى ان سي ام بانك هو اللي يفوز ويرجع الاسوره بتاعته، وساعتها تبقى الرؤوس متساويه، ده فاز مره وده فاز مره، فساعتها ده يخلي عندهم دافع لماتش ثالث، وتبقى العداوه بدل ما هي على الاسوره وكده، لا تبقى العداوه على مين فيهم افضل من الثاني. انت فزت عليا مره وانا فزت عليك مره، عاوزين بقى نعرف مين افضل من الثاني، فده يكون الدافع للماتش الثالث بينهم في باد بلاد. او ان مثلا سي ام بانك بعد ما يفوز عليه ياخد منه حاجه زي ما درو ماكنتاير خد منه الاسوره، بس يعني مش عارف بصراحه ايه اللي ممكن يتاخد من درو ماكنتاير. اصله يعني هياخد منه ايه؟ هياخد منه البوكسر، هو يعني غالبا ما حلتهوش غيره في الماتش، فهياخد منه ايه؟ بس عامه يعني ممكن اللي هو ياخد منه اي حاجه، يخترعوا لنا اي حاجه ياخدها منه مثلا كده يعني، ويبقى ده الدافع لماتش ثالث بينهم في باد بلاد. اصل الفكره ان نزلت اخبار بتقول ان احتمال كبير جدا درو ماكنتاير وسي ام بانك يلعبوا ماتش ثالث في باد بلاد، وهيكون ماتش هيل ان سيل، ماتش قفص، وده بقى هيكون الماتش النهائي، الماتش الفيصل في العداوه دي. فعشان كده احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه هو الدافع اللي ممكن يخليهم يلعبوا ماتش ثالث بينهم في باد بلاد. فدلوقتي انا قلت لكم على توقعين ممكن يحصلوا، ولكن انا بالنسبه لي هختار التوقع الثاني، وهتوقع فوز سي ام بانك على درو ماكنتاير. نيجي بقى بعد كده على عداوة الرجولة والجدعنة، على عداوة المحبة والمودة وصلة الرحم والأخلاق والأدب والاحترام، قول عليها زي ما أنت عاوز. أنا بس والله مستحي إن أنا أسميها عداوة أصلا، يعني مستحي والله بجد، لأن اللي حصل في العداوة دي بالنسبة لي غير مفاهيم اللعبة كلها. البطل داخل بيتحايل على صاحبه إن هو يلعبه، لا وكمان كيفن أوينز مش موافق، فكودي يروح لنيك ألدس عشان يقنع كيفن أوينز إن هو يوافق، فبرضه كيفن أوينز ما وافقش، فراح جاي نيك ألدس خلاها رسمية. ومش كده وبس، لا ده كودي راح جاي داخل ساعده بعدها، ومش كده وبس برضه، لا ده كيفن اوينز دخل يردها له وساعده بعدها هو كمان، وكمان لعبوا مع بعض ماتش تاج تيم يلا، وفي الاخر بيحضنوا بعض وبيرفعوا ايد بعض وكل الكلام ده. طب انا عاوز افهم حاجه بس، انتوا بعد كل ده انتوا هتضربوا بعض ازاي في الماتش؟ انا عاوز افهم هتدبوا في بعض ازاي؟ انتوا كده هتحسسوا على بعض تقريبا يعني. ماشي المهم ما علينا. بصوا يا رجاله، الماتش ده ليه توقعين كده بصراحه في دماغي يعني. بصوا كده كده اصلا النتيجه محروقه بنسبه 100%، كودي رودز هو اللي هيفوز، ما فيهاش كلام، هيفوز. لكن التوقعين اللي ممكن يحصلوا، اول حاجه ان بعد ما كودي رودز يفوز في الماتش ده يتدخل البلاد لاين ويدبوا فيهم هما الاثنين من تاني، عشان زي ما سولو سكوا قال ان هو هيلاعب اللي هيفوز منهم باللقب، يعني لسه مش هيسيب كودي رودز في حاله، فساعتها ممكن يتدخلوا ويدبوا فيهم تاني عشان تتحدد مباراه تاني بين سولو سكوا وكودي رودز، والمباراه دي تفتح المجال تاني برضو لعوده رومان رينز، بس المره دي يكون راجع مش لوحده، يكون معاه حد بقى مثلا جيمي مثلا ولا حاجه، وساعتها بقى يكمل عداوته معاهم. فدي كده حاجه. تاني توقع ان ممكن بعد ما كودي رودز يفوز تلاقي كيفن اوينز بيغدر بيه، والسبب هيكون ان مثلا كيفن اوينز يكون شايف ان كودي رودز احرجه من البدايه، ان هو ما كانش موافق على المباراه وشايف ان هو ما يستحقهاش او لسه مش جاهز لها وكده، بس كودي رودز هو اللي ضغط عليه وكلم نيك ألدس، ونيك ألدس خلاها رسميه غصب عن كيفن اوينز، بس في الاخر كودي رودز هو اللي فاز عليه وخلى شكله بقى وحش قدام الجماهير. فدي ممكن تكون حاجه تضايقه ويكون مثلا شايف ان هي احراج ليه، فساعتها ممكن يغدر بيه ونروح بينهم لماتش تاني في باد بلاد، ولكن ممكن يكون ماتش ثلاثي، ممكن تلاقي سولو بيحشر نفسه معاهم في الماتش ولا حاجه ويبقى ماتش ثلاثي وبرده يرجع فيه رومان رينز. فايا كان سواء السيناريو ده اللي حصل او ده اللي حصل، فالاثنين حلوين وهيفتحوا كلام حلو الفتره الجايه، ولكن اسوأ حاجه ممكن بقى تحصل هي سيناريو الجدعنه والاحترام والرجوله والحاجات دي كلها، اننا نلاقي كودي رودز بيفوز وبعد كده هو وكيفن اوينز يقوموا ويحضنوا بعض ويتسلموا على بعض وكل الكلام ده بقى هيبقى اسوأ سيناريو بالنسبه لي. فاتمنى انه ما يحصلش، عشان يعني كفايه بقى حب واحترام وموده ورحمه في عداوات كودي رودز، كفايه بجد، عشان ده كده هيبقى عبث جدا بصراحه، وتلميحات الغدره اللي عمالين يعملوها طول الفتره اللي فاتت دي مش هيبقى ليها اي 30 لازمه خالص، وهيبقى حرفيا اللي هو بيضحكوا على الناس، اللي هو احنا بنحمسكم على الفاضي وخلاص. فاتمنى يعني ان هم ما يكملوهاش جدعنه، اتمنى. وبس كده، هي دي توقعاتي لعرض باشن برلين.
عرض باشن برلين هيكون يوم السبت الجاي الساعه 8 بالليل على العشاء كده بتوقيت مصر والسعوديه، لان العرض هيكون في المانيا وتوقيت المانيا يعني قريب من توقيتنا. ونفس الكلام برضو مع سماك داون، هيكون يوم الجمعه الساعه 8 بتوقيت مصر والسعوديه، وان شاء الله باذن الله هنطلع لايف مع بعض زي كل مره. بس كده ولكن احب اشكر وارد على اخويا الكبير الاستاذ علي شاهين من البحرين، وبقول لك انا متفق معاك اتفاق كامل في كلامك عن بريت هارت، وبتفق برضو في جزء من كلامك على بروك ليزنر في حته ان هو فعلا ما عندوش مهارات على الحلبه، ودي حاجه انا اتكلمت عنها في الفيديو ان هو بيعمل حركتين ثلاثه بس. ولكن انا بختلف معاك في ان بروك ليزنر الاداره هي اللي صنعته، لا، بروك ليزنر عمل اسم حقيقي لنفسه لما بقى بطل اليو اف سي، لما فاز على ناس تقيله قوي في المجال في ماتشات قويه جدا. الكلام ده خلى بروك ليزنر هو اللي يفرض شخصيته على الاداره، والدليل ان ماكمان عرض له فلوس اضعاف اللي اتعرضت عليه في اليو اف سي عشان يرجع تاني للدبليو دبليو اي، فده دليل جامد على نجاحه كمصارع او كمقاتل عامه. هو فعلا مش بيعمل حركات كتير، لكن هو اكتر مصارع تحس ان هو عنيف جدا في الفتره اللي هو كان فيها، وقوه ضربته زي ما قلت بتبقى غشيمه وعنيفه جدا فعلا. فانا بصراحه متفق معاك في بعض الكلام بس مش كله، ولكن في الاول وفي الاخر الاختلاف ده مطلوب جدا، وانا بحترم رايك جدا. وانا على فكره انا عارفه من ايام عداوه بروك ليزنر مع كودي رود، انا عارف رايك كويس في بروك ليزنر من ساعه العداوه دي يعني. اما بقى اخويا مراد فبقول لك انا اتمنى ان ده يحصل، وده اللي المفروض يحصل بعد التلميحات اللي هم بيعملوها في العروض دي. بس انت عارف بقى عم بخه ساعات بيعمل حاجات ما لهاش علاقه باي حاجه، حاجات بلا هدف كده ما تفهمش فيه ايه، فهنشوف يعني. ولكن انا بشكرك جدا برضو على الكومنت ده، يعني بجد دي حاجه فرحتني جدا والله، فيعني تسلم جدا ليك يا مراد حبيبي والله. اما بقى اخويا معاذ رحمي، اتمنى ان انا اكون نطقتها صح، او بص هو لو تكتبها لي بالتشكيل هعرف انطقها بصراحه يعني. بس عامه بقول لك لا، يعني حاسس ان جرايسون وولر واوستن سيري مش هيبقى ليهم اي علاقه بالماتش اصلا، وحاسس ان الماتش هيمشي نضيف لحد لما كودي رودز يفوز، لكن سيري وجرايسون وولر ما اعتقدش هيبقى ليهم اي علاقه خالص. اما بقى اخويا سلطان جيمر فبقول لك مش بتفق معاك 100% في الكلام ده، لان الافضل ان جون سينا يدخل على لقب العالم ويفوز بيه ويعدي رقم ريك فلير، ولكن كلامك فعلا ممكن يحصل بسبب ان جون سينا هيرجع في الرو، والقارات برضو موجوده في الروم، فممكن فعلا ياخدها ويبقى جراند سلام. اما بقى اخويا الصدار من السعوديه فبقول لك للاسف ده حقيقي فعلا، لو القضيه اتثبتت على بروك ليزنر فكل حاجه لتاريخ بروك ليزنر هتتمسح، ولسه على فكره القضيه ما اتحكمش فيها لحد دلوقتي لسه. اما بقى هو كسر دراعه بجد ولا سيناريو، فبص طريقه بروك ليزنر بتحسسك ان هي بجد بس هي سيناريو، بس هو حرفيا عليه قطم الدراع بنت لذينه بجد يعني، وعملها قبل كده برده مع شون مايكلز في العداوه دي. واخيرا برد على اخويا اللي انا مش عارف اسمه ايه بصراحه، يا ريت تبقى تقول لي اسمك ايه المره الجايه، بس بقول لك برونسون ريد محدش هيوقفه دلوقتي، شكل كده برونسون ريد هيفضل يتيح في المصارعين حبه حلوين كده لفتره ومش هيوقف شكله كده يعني، وبروك ليزنر مش هيرجع له لا ولا اي حاجه خالص، لا مش هيرجع له. وبس كده يا معلم، هي دي توقعات عرض باشن برلين. قول لي بقى في الكومنتات توقعاتك ايه للعرض، وهل شايف ان ممكن يحصل حاجه جديده في العرض ولا لا؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.